الثانية من جديد. الإمام الحسين عليه السلام من كلمات اللي يمكن لو سمعها هؤلاء ثورات الربيع العربي لجعلوها نبراسا لهم ولجعلوها في شعاراتهم، لأن هو لا يطلبون بشعاراتهم غير هذه. بدل ما أضاوع مرات الثورات العربية تشوفوا ما عندهم شعارات، يعني يردون يصطنعون شيء حتى يجتمعون حوله. مثلا ما عندهم شيء، أولا ما عندهم طرقنا نحن في الردات خلينا نسميها والهوسات والشعر وأمثاله، هم أصلا ما عندهم شيء معتد به في هذا المجال، ولا عندهم هم هالكلمات هاي النورانية الخالدة. فتشوف شعارات يعني ارتجالية ومخربطة، وعسلا واحد قال كلمة تبعه الآخرون، مو شيء مؤثر وفاعل ومعبر. تابع طبعا يعني في الفضائيات، بينما تجد في كلمات الإمام الحسين عليه السلام: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناكثا عهده مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان. تنطبق تماما على الأنظمة الحاكمة بالضبط. فلم يغير عليه بفعل ولا قول كان حقا على الله أن يدخله مدخله. هاي نظرية أهل البيت، وهذه هي مبدأ الإمام الحسين عليه السلام مقابل ما كان يصنعه الآخرون. ألا وإن هؤلاء الحكام والسلطات قد لزموا طاعة الشيطان، شيطان الإنس وشيطان الجن، وتركوا طاعة الرحمن، وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود. لاحظ صفاتهم أنظمة الحاكمة. واستأثروا بالفيء وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله، وأنا أحق ممن غير. هذا الانتصار هذا اللي يحصل اليوم من أهم إنجازات ما يسمى بالربيع العربي هو انتصار هاي المبادئ مقابل تلك التي أسسوا لها خلال 1400 عام. فالمطلوب منا إذن الآن، هذه واحد من مسؤوليات اللي أمامنا، أمام هذين المبررين، أمام هذين المقتضيين، علينا أن نعزز ونديم الإمام الحجة عليه السلام، ليس اعتباطا يكون شعاره يا لثارات جدي الحسين. مسألة ليست عاطفية وليست اشترار للماضي، لا، وإنما لأن أمضى، ما أقول سلاح لأن إن شاء الله لسنا في معركة، لأن أمضى وسيلة تخترق قلوب وعقول الآخرين هي قضية الحسين عليه السلام. فأكبر وسيلة بيد الإمام سلام الله عليه لإقناع الشعوب وكل البشرية مسلمين وغير مسلمين هي قضية الحسين عليه السلام. فمن يتخذها الإمام الحسين شعارا، ليست مسألة انتقامية حتى يمكن يرد علينا أنه أخوانهم هم قتلة الحسين، صار 1400 سنة راح، مختار تتبعهم وخلصنا من شرهم، شنو يا لثارات ممن تنتقم؟ لا، مسألة مو عاطفية ولا مسألة تاريخية، لا، وإنما لأن أمضى وسيلة وأكثر وأنجع وسيلة يستطيع بها أن يقنع. هاي الكلمة من تلقى لأي شعب مضطهد من شعوب العالم يعاني من جور سلاطين وطغاة، يستطيع أن لا يؤمن بهذه الكلمات، يستطيع أن لا يؤيد الحسين عليه السلام في حركته. يقول لك إيه هو هذا اللي نبحث عنه، أي واحد تلقى إليه. هذا هو قصدي طبعا بالتحديث والتجديد حتى نواكب هذه المسؤولية التي ألقيت علينا.